307 مليون يورو هو اجمالي الصرف نادي ليفربول في الميركاتو الحالي لحد وقتنا هذا، وحرفيا ده اغلى موسم انتقالات عمله ليفربول في تاريخه. لك ان تتخيل ان الرقم اللي صرفه ليفربول في الميركاتو ده هو على 4 صفقات فقط، وده لحد دلوقتي لان ممكن يبقى فيه صفقه 5. وخلينا نبداها من الاغلى للارخص. الليفر بدا الميركاتو بصفقه كانت مفاجاه للجميع بالحصول على خدمات اللاعب الالماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بحوالي 125 مليون يورو، ومن بعدها ما بقتش تعد الصفقات اللي جايه. والتاني لاعب هو هوجو اوكيتيكي من فرانكفورت ب 95 مليون يورو، وبعدها ميلوس كيركز من بورنموث بحوالي 47 مليون يورو، وده عشان خاطر ينافس مع روبرتسون وتسيميكاس. وبعد كده جيرمي فريمبونج الباك اليمين لليفركوزن بحوالي 40 مليون يورو، وده عشان يعوض رحيل الكسندر ارنولد لريال مدريد. ده غير وصول الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي اللي كانت صفقته خلصانه اصلا بحوالي 30 مليون يورو من فتره. ولكن الاجمد ان ليفربول قدر يبيع لعيبه كتير جدا الصيف ده عشان خاطر يسهل عمليات الصفقات اللي عملها دي كلها، زي انه باع جارل كوانسا لباير ليفركوزن بحوالي 30 مليون يورو، وزي ارنولد اللي راح ريال مدريد وصفقه ارنولد دي كانت حوالي 10 مليون يورو فقط. وكمان باع كيليهير لبرنتفورد بحوالي 12 مليون ونص يورو. ده غير بقى الصفقه الاكبر واللي كانت من كام يوم، وهي صفقه لويس دياز لبايرن ميونخ ب 75 مليون يورو. يعني بنتكلم في صافي انفاق بعد المبيعات دي كلها 180 مليون يورو. واعتقد ليفربول هيكون المنافس الاشرس السيزون اللي جاي ده بالورقه والقلم، لان انت بتتكلم في نجم حرفيا في كل مركز. لو وصلت لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه.